السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل تتبيلة حلوة جدًا للفراخ المشوية، طريقة سهلة جدًا في الخلاط، في دقيقتين بالضبط تكوني عاملة التتبيلة بتاعتها، وكمان هنشويها في الفرن من غير بقى شواية ولا فحم ولا الكلام ده كله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة أنا جبت الخلاط حطيت فيه بصلتين صغيرين، وحطيت كمان حبتين طماطم، حطيت كمان ربع كوباية من المَيّة، حطيت كمان معلقة كبيرة من الخل، وكمان معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده نحط التوابل بقى اللي إحنا حابينها، أنا حطيت هنا جنزبيل بودر، حطيت كمان شوية من الزعتر المجفف، حطيت كمان شوية من الكاري وشوية من الكركم، شوية من البهارات المشكلة. طبعًا أنا عاملة معاكم على القناة بهارات الفراخ، خلطة بهارات الفراخ وكمان خلطة ال7 بهارات، هاسيب لكم الاتنين في صندوق الوصف. حطيت بقى شوية بابريكا، شوية كركم كده، وحطيت بقى معلقة من دبس رمان، طبعًا عشان أنا ما عنديش ليمون، لكن لو عندي ليمون باضيف ليمون ومش باحط دبس رمان خالص، تمام؟ يعني لو ما عندكوش استغنوا عنه. حطيت كمان ملح، فلفل أسود، طبعًا دول أساسي معانا في أي تتبيلة. حطيت كمان فصين كده من التوم مهروسين، وخلاص على كده. آخر حاجة معلقة صغيرة من السكر أو العسل، تمام. هاضرب بقى كل المكونات دي كده في الخلاط، هاقول لكم برضه تتبيلة تاني عشان لو ما خدتوش بالكم. حطيت بصلتين صغيرين، حطيت عليهم طماطميتين، تمام. حطيت كمان فصين من التوم، حطيت ملح، فلفل أسود، كاري وكركم وبابريكا، وشوية من البهارات بتاعة الفراخ والبهارات ال7، تمام. حطيت كمان معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل، وضربتهم كويس جدًا في الخلاط، عاوزاهم يكونوا ناعمين جدًا. ممكن تضربيهم في الكبة أو الخلاط، بس الخلاط بينعم أكتر كمان من الكبة. معايا بقى دبابيس الفراخ ديّة، أنا غاسلاها كويس جدًا ونقعاها ومقطعاها كده زي ما أنتم شايفين بالسكينة كده، كل واحد كده مديّة له شريحتين كده في السكينة، عشان تستوي معاكِ كويس جدًا وتلاقي العضمة كده من جوّه يعني بيضة كده وحلوة كمان تتّبل معايا كويس. هابدأ بقى أفضّي عليها التتبيلة وهاسيبها بقى تتّبل كده براحتها، ممكن تسيبوها ساعتين، 3، 4 من بالليل زي ما أنتم عايزين. كل طبعًا ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتتشرب منها وبيكون طعمها أحلى. بعد كده بادخّلها الفرن على درجة حرارة أعلى درجة حرارة في الفرن، لحد ما تلاقيها بتبدأ تغلي كده معاكِ و وطبعًا سخنت كويس وبدأت كده تغلي، ممكن نهدّي الحرارة شوية. طبعًا أنا باتكلم على الفرن من تحت، وبعد كده بنشغّل لها الشواية عشان تتشوي كده من جنب، وبعد ما بتخلّص باقلبها على الجنب التاني عشان تتشوي من الناحية التانية. التتبيلة دي سهلة وبسيطة، جرّبوها وهتعجبكم جدًا، جدًا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد.